السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الثلاثاء أن يظل الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، مع تكون صقيع أو جليد بكل من مرتفعات الأطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، خاصة خلال الليل والصباح. كما يرتقب تشكل كتل من الضباب خلال الصباح بشمال المنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الجنوبية، إلى جانب نزول أمطار أو زخات مطرية مصحوبة برعد فوق مناطق السوس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفات والريف والأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وسواحل البحر الأبيض المتوسط. ويتوقع أيضاً تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1500 متر. وستهب رياح قوية نوعاً ما بمناطق السوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية ومرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 و6 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و16 درجة بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية وجوار السواحل، فيما ستكون ما بين 5 و11 درجة بباقي جهات البلاد. وستكون الحرارة خلال النهار في انخفاض بمناطق الأطلس الكبير وجنوب البلاد، بينما سترتفع بباقي المناطق الأخرى. أما البحر فسيكون هائجاً إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجاً ما بين المهدية وطريفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.